السلام عليكم. اليوم يا بنات راح أعلمكم طريقة تستغنون بيها عن ماكينة الأوفر. مو تستغنون، وإنما مثلا البنات اللي ما متوفرة عندهم ماكينة الأوفر، خصوصا المبتدئات، راح أعلمكم طريقة تقدرون تستغنون بيها أو تعيضكم عن الأوفر. شنو هي الطريقة؟ أول شي شوفوا، بعد ما تكملون الخياط أو أي خياط العفو، تردون مثلا تستخدمون الأوفر، شو تسوون؟ تخيطون على الوجه. شوفوا يا بنات، تخيطون على الوجه، بس الخياط اللي تخيطونه خلي يصير بحافة القماش. يعني شلون؟ شوفوا يا بنات، شو تسوون؟ تخيطون على الحافة، كلش على الحافة مالت القماش، على الحافة، بحيث يعني ما تجون إذا تلاحظون، شوفوا كلش على حافة القماش خيطت. تمام. بعد ما تخيطون وتخلصون يعني القطعة اللي تردون مثلا تنظفون لها أو تستخدمون لها الأوفر، بعد ما تخيطونها بهذه الطريقة، هسه أعلمكم شو راح تسوون. بعد ما تنهون القطعة يا بنات، شو تسوون؟ تدورونها على الظهر مالتها، وتجون تخيطون الخياط مالتكم العادي. يعني هنا شلون مثلا، خلينا نقول مثلا هذه دشداش، شلون تردين تاخذين انتي من عندها؟ قرب لي شوية. شلون قد مثلا تردين تاخذين من الجوانب مالتها، تخيطينه الخياط عادي مالتك. شوف هسه انا ما خيطت على الوجه، صار الخياط بهذا الشكل. فمن تجين تردين تخيطين الجوانب، راح تخيطين الخياط مالتك. انت قد مثلا تاخذين تحسبين حساب للخياط، مثلا اصبع ونص، زين، وتكملين. تمام، تكملين زين. هسه انا راح اكملها، بس خل اراويكم النتيجة. باعوا من تجون للوجه مال القماش راح يصير بهذا الشكل. شو راح يصير عندكم بهذا الشكل، بس خل اراويكم عدل، لان خلي شوي امشي بالخياط عمود يكون واضح، لان القماش عندي مثل ما تشوفون مشجر. شوفوا هسه هذا الخياط الخياطته، شوفوا الخياط، شوفي الخياط هذا عندك راح يصير الوجه، هذا الوجه، ونفس الشي هنا أنا عندك، وكأنما أنتي يعني خلينا نقول نظيف عندك بالظهر. فهذه أفضل طريقة تغنيكم عن الأوفر، خصوصا للبنات مثل ما قلت لكم اللي ما متوفر عندهم أوفر، أو ما عندها مثلا بداياتها تشتري أوفر. فهاي أفضل طريقة تستخدموها على مود يعني تحصلون على خياط نظيف.